احمد سمير لاعب نادي الزمالك السابق طلع رد ناري على كل الزملكاويه اللي كانوا شمتانين في اصابه امام عاشور، وقال كلام تقيل جدا. ويسلم وتسلم البطن اللي شالتك يا ابني بجد والله، لانك انت خلصت كل الكلام وقلت اللي كنا عايزين نقوله. احمد سمير طلع رد ناري على كل الزملكاويه اللي كانوا شمتانين في اصابه امام عاشور. ورضا عبد العال يا جماعه طلع يقول لك مارسيل كولر ما بيعرفش حاجه، وان البطولات اللي عمال يجيبها والاداء اللي عمال يعمله مع النادي الاهلي ده مش هو اللي بيعمله، ده لعيبه الاهلي هي اللي بتعمل كل حاجه، ومارسيل كولر ده ابيض ما بيعرفش اي حاجه. وكمان اعلام الزمالك طالع بيبرر تقبيل حمزه المسلوسي لحذاء شيكابالا. صلوا بقى كده على النبي في البدايه، قولوا على الصلاه والسلام. طبعا عزيزي المشاهد، لو بتتابعني من على الفيسبوك اعمل لايك وشير واعمل لي متابعه، ولو بتتابعني من على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. ومساء الفل. مساء الفل. وكابتن رضا عبد العال، انت عاوز ايه يا كابتن رضا؟ انت عامل زيطه ليه؟ انت عامل زيطه ليه من بعد فوز الاهلي على نادي الاسماعيلي؟ هو انت قارش ملح الكولر ليه؟ لا بجد، يعني كل الدنيا متفقة على كولر، والزملكاوية متفقين على كولر، والدنيا كلها بتخاف من كولر، وكل المدربين بيطلعوا يشيدوا بكولر، واي حد بيواجه كولر بيطلع يقول لك عليه ان هو مدير فني محترم، غير من شكل واداء وطور من لعيبه الاهلي، ولمساته الفنيه واضحه داخل الملعب. انت بقى طالع تقول عليه ان هو مدير فني ما بيعرفش كوره دي؟ ازاي يعني؟ ما هو يا اما احنا ما بنعرفش كوره، يا اما حضرتك لا بتهزر. ما هو انا ما ينفعش اقولها، لا انت كده بتهزر. مارسيل كولر مين اللي ما يعرفش كوره؟ الراجل بيكسب بالثلاثات وبالاربعات، مش واخدها كده ثلاثات واربعات. طب انت لما دربت يا كابتن رضا عملت ايه؟ انت ما دربت، بما انك انت فاهم الكوره وانت اللي اخترعت الكوره وانت عارف كل خبايا الكوره، انت ما دربت نادي طنطا عملت ايه؟ نادي طنطا يعني لسه مش قادر يطلع. انت وديت نادي طنطا ورا الشمس، طنطا اللي كانت بتقدم كرة محترمة، اللي كانت بتحرج الاهلي وبتحرج الزمالك وبتحرج اضخم نادي في الدوري المصري. انت ما شاء الله قضيت عليها خالص. كمان طالع بتقيم كولر. هو في يا جماعة اللي بيحصل عندنا في الكرة يا جماعة؟ هو احنا يا جماعة ما بقاش عندنا كرة من شوية؟ بقى مارسيل كولر اللي محقق 5 ألقاب مع النادي الأهلي الموسم اللي فات ما بيفهمش حاجة؟ مارسيل كولر اللي طور من أداء لعيبة النادي الأهلي، اللي كريم فؤاد مع موسيماني كان لا حول ولا قوة، هو وبيرسيتاو وحسين الشحات بقوا أفضل نجوم في النادي الأهلي. كريم فؤاد بان مع مارسيل كولر. بيرسيتاو اللي الأهلاوية كانوا راموا توبته بقى نجم النجوم، بقى هداف النادي الأهلي. وشايفه انت في الدوري وفي افريقيا عامل ازاي. حسين الشحات اللي كان خلاص وقع مع بيتسو موسيماني، مارسيل كولر رجعه تاني فورمه وافضل من الاول. كل ده تقول لي مارسيل كولر ما بيعملش حاجه وما بيعرفش حاجه وما بيفهمش حاجه، ولعيبه الاهلي هي اللي بتجيب بطولات؟ لما مارسيل كولر اللي كان هيحرج ريال مدريد الاسباني في كاس العالم للانديه، لولا لو كان عنده مهاجم زي الناس يترجم الفرص اللي خلقها للاعيبه النادي الاهلي امام ريال مدريد، كان زمانه احرج ريال مدريد يا كابتن رضا. انتوا بتتفرجوا على ماتشات ازاي يا جماعه؟ انتوا بتعرفوا الكوره ازاي يا جماعه؟ انتوا بتشوفوا كولر من انهي زاويه؟ انا عايز افهم. انتوا بتشوفوا كولر في التدريبات مثلا وبتحكموا عليه في التدريبات بيبقى عامل تقسيمه 10 هنا و10 هنا؟ ما هم دول كلهم لعيبه الاهلي يا كابتن رضا. لو انت بتتفرج على التقسيمه بتاعت الاهلي في التدريبات، فاللي بيكسب الاهلي هو الاهلي برضه يا كابتن رضا. يعني ازاي؟ انا عايز افهم بتقيموا كولر بناء عن ايه؟ هو ده مدير فني اي حد يقعد كده يطلع على قناه يقيمه؟ لا طبعا. مارسيل كولر عاوز واحد بتاع كوره عشان يقيمه. تعال بقى يا جماعه نروح لاحمد سمير. احمد سمير لاعب نادي الزمالك السابق، يسلم. طلع رد على كل واحد كان شمتان وفرحان في اصابه امام عاشور امبارح امام الاسماعيلي. الراجل ما عجبوش الوضع، والوضع فعلا كان سيء.
كان سيء جدا، حاجه الله المستعان بيها. ايه يا جماعه الاسلوب ده؟ ده محمد عبد المنعم راح للونش المستشفى وزاره وتصور معاه، والرساله المفروض تكون وصلت. تشمتوا ليه في امام عاشور؟ اسمع احمد سمير طالع يقول لك ايه. بيقول الزملكاويه هو مش امام، هو مش ده امام عاشور اللي شتم صالح سليم وشتم الاهلاويه وهو بيلعب في الزمالك؟ طب هل في الفتره دي حد من جمهور الاهلي اتمنى له اصابه؟ طب دعا عليه يتصاب؟ اتمنى له يتصاب اصابه قويه تاخره او تبطله كره؟ الاجابه لا. لو حصل فهيكون من قله من الاهلاويه. بالعكس، حتى لما احترف من قبل ما حد يعرف انه جاي الاهلي، وفي فئه من جمهور الاهلي كانت مبسوطه بهدفه في الدوري الاوروبي وبدايته القويه مع نادي ميتلاند. اصابه امام عاشور بسيطه وسهله الحمد لله، بس النفوس اللي مش سالكه المريضه اللي عندها نقص من الزملكاويه كانوا بيتمنوا اصابه تبطلوا كوره وتاخر انطلاقته القويه مع النادي الاهلي. رغم انه لا شتم رغم انه هو لا شتم ولا غلط فيهم، بالعكس مدخل لهم خزينة ناديهم المفلس 3 مليون دولار من احترافه. كل اللي عمله انه لقى فرصة كويسة في الانضمام الى سيد اندية افريقيا فانضم للنادي الاهلي، وده ان دل على شيء فهيدل على البيئة اللي كان فيها امام عاشور يوم ما شتم رموز الاهلي، وازاي البيئة دي ناقصة وكل اللي موجودين فيها مرضى نفسيين بيأثروا بالسلب على اي حد وبيجبروه يكون زيهم. سلامات يا امان. احمد سمير قال كلام تقيل، كلام كبير، احنا عارفين ان هو هيفتح النار عليه، عارفين ان في بعض الزملكاويه وبعض اعلام نادي الزمالك هيطلع يهاجم احمد سمير، ولكن يا جماعه المبدأ اللي حصل من الزملكاويه مرفوض. ان انت تشمت في اصابه لاعب حتى لو هو من المنافس بتاعك. ازاي ده؟ الاهلاويه اول ناس جريوا على الونش قالوا له سلامات يا ونش. ايه يا جماعه الوضع اللي احنا فيه ده؟ ده وضع ملوش اي علاقه بالكوره يا جماعه. ده احنا كرهنا الكوره، ده احنا ما عندناش كوره، ده نادي الزمالك بقى مفلس كوره، مفلس ماديا، مفلس اداريا، مفلس معنويا، بقى مفلس من كل شيء يا جماعه. والله بقولها لكم تاني ان في ناس كتيره جدا بتتمنى هزيمه الاهلي اكتر ما بتتمنى فوز نادي الزمالك ببطولات. في ناس بتكره الاهلي اكتر ما بتحب نادي الزمالك. في ناس بتقعد بس مخصوص عشان تشجع الانديه اللي بتلاعب النادي الاهلي، مش مهم فرقتها تعمل نتيجه ما تعملش، تكسب ما تكسبش، المهم ان النادي ده اهو يخسر. يا جماعه والله ده نادي مصري ولعبته لعبه مصريه، وبيشرفك وبيشرفني في البطولات القاريه، وبيشرف لعيبه الزمالك، وبيشرف اعلام نادي الزمالك، وبيشرف كل كبير وصغير في المنظومه. انت ليه بتتمنى اصابه امام عاشور؟ ده لاعب كان بيلعب في نادي الزمالك. احمد سمير طالع بيتكلم على اللي شافه، ما هو مش هيتكلم منه لنفسه، الراجل مش هيتكلم عن غيب، الراجل اكيد عاش الاحداث دي داخل نادي الزمالك. امام عاشور لما شتم رموز النادي الاهلي غلط، واللاعب طلع اتأسف، ولما تطاول على وليد سليمان اللاعب طلع اتأسف وقال لو عاد بيا الزمن مش هعملها نهائي. حس بندمه، حس ان هو فعلا اخطأ في حق النادي الاهلي وفي حق وليد سليمان. النادي الاهلي بقى يتعاقد معاه ما يتعاقدش معاه، اللاعب يروح الاهلي ما يروحش الاهلي، ما عادش يخصنا. امام عاشور اتباع، رئيس نادي الزمالك فرط فيه. لو عايز تهاجم هاجم في اللي فرط في حتة الماظة من عندك زي امام عاشور. ولكن انا قلتها لكم، لاعب بحجم امام عاشور لقى نفسه مش هياخد مستحقاته، لقى نفسه بيلعب في مكان ما فيهوش امان، كله مشاكل. ممكن يقوم الصبح يلاقي القيد مقفول على النادي بتاعه، يعني مش هجيب بطولات، يعني مش هاخد فلوس، يعني مفيش قيمة تسويقية، يعني مش هروح كأس العالم. كل لاعب عاوز يظهر اللي عنده، كل لاعب بيحلم ان هو يقف على منصات تتويج عالمية. لا يا جماعة، كل لاعب من حقه يشوف مستقبله. انت ذات نفسك يا زملكاوي يا اللي بتهاجم امام عاشور، لو انت شغال في مكان وصاحب المكان ما بيقدركش وما بيدكش فلوس تصرف وانت فاتح بيت وعندك اولاد، هتقول له لا طبعا انا عيالي اولى من اي حد ومن اي شيء، هتشوف باب رزق تاني.
عشان تفتح بيتك وتصرف على اولادك. ما هو انت ابنك لما هيتعب قدام عينك مش هتسيب ابنك يموت عشان خاطر صاحب الشغل اللي ما بيدكش فلوسك. هي بتبقى كده. الراجل شاف نفسه ما بياخدش مستحقاته في نادي الزمالك، او شايف ان نادي الزمالك فيه مشاكل، فالراجل عاوز يشوف مستقبله. خلاص شاف مستقبله. كل التمنيات والتوفيق لامام عاشور. الراجل المحترم ده طلع على قناه نادي الزمالك امبارح، عمل حاجه جميله جدا. قال لك ان المسلوسي لما باس جزمه او حذاء شيكابالا كانت حركه عفويه، وطلع اعتذر بعد منها، وشيكابالا حتى دعمه وكتب له قال له انت فوق راسنا وكلام من ده يا حمزه يا مسلوسي. لحد كده جميل، لحد كده جميل. لا اللي مش جميل بقى طلع قال لك ايه؟ يا جماعه في بلاد عندهم الحاجات دي عاديه، يعني عندهم عادات وتقاليد بتبقى عيب عندنا ومش عيب عندهم. يعني انت عزيزي اعلام الزمالك عايز تقول لنا ان تقبيل الحذاء ده في تونس عادي؟ يعني انت طالع بتبرر ايه وبتقول ايه؟ هي كارثه حصلت واللاعب اخطا وما كانش يصح ان هو يوطي على حذاء شيكابالا. ما ينفعش. اللاعب ده ما فكرش ان هو في يوم من الايام لو شيكابالا ده وحش مثلا وانت اختلفت مع شيكابالا مش ممكن شيكابالا يذلك بيها؟ طب اللاعب ده ما فكرش ان اللحظه دي ان الحركه دي هتقل منك قدام اهلك، او هتقل من اهلك قدام الناس، او هتقل من اولادك قدام الناس، ان بابايا او اخويا او عمي او خالي او جاري نزل قبل حذاء لاعب؟ يا جماعه يا جماعه بلاش كده يا جماعه. اللاعب اخطا، نطلع اقول ان هو اخطا، ما تزايدش. انت قلت هو خلاص عمل الحركه وهو كان واخدها بطريقه عفويه او بعفويه وخلاص واعتذر والموضوع خلص. ما تطلعش بقى تزايد، ما تطلعش تحلل. هي العمليه مش مستاهله تحليل. اللاعب اخطا والموضوع خلص وانتهى، ولكن نادي الزمالك هو اللي بيعمل الحاجات ديت. لو الحركه دي كانت في النادي الاهلي والله ما كانت عدت. كان اعلام الزمالك قاعد يتكلم عليها شهر زي القلم بتاع حسين الشحات للشيبي لما قعدوا يتكلموا عنها شهر. ده نادي بيراميدز كان نسي وهم كانوا لسه بيتكلموا يا جماعه. فدي لو كانت في الاهلي والله ما كانت عدت. وعلى فكره الاهلاويه ما بيتكلموش عليها. طبعا عزيزي المشاهد انا وصلت لنهايه حلقتي، اتمنى ان انا اعمل لايك وشير واستنوا في حلقه جايه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.